انا من مؤيدين حسام حسن وعايز ندرس كيس ستادي حسام حسن از مانجمنت. انا عايز اتكلم مع حد على الليدرشيب هقول مين؟ حسام حسن. عايز اتكلم ككوتش حسام حسن. عايز اقول للناس موتيفيشنال سبيتش بجيب فيديوهات لمين؟ حسام حسن. احسن واحد ياخد ناس صغيره ويحمسهم ان هم يحققوا اهداف هم عمرهم ما وصلوا بيها مين؟ حسام حسن. احسن مدرب هيخلي الناس دي تاكل النجيل. دي كلها سترينث بوينت عند حسام حسن. تاريخ حسام حسن، ايكون حسام حسن. تعال بص على الويكنس بوينت بتاعت حسام حسن. هي دي اللي انا قصدي عليها، ان احنا نلبس نظاره اداريه في تقييم حسام حسن. حسام حسن عصبي جدا، ممكن يكون كتاكتكس في الملعب مش احسن حاجه. حسام حسن ما وصلش للمرحله ان هو زي اي مدرب تاني، ممكن ده وارد جدا، بس احنا كمنظومه بقى المفروض ندعمه. هي دي انا بحكي فيها. انا ممكن ما ابقى موظف ليه مزايا وليه عيوب. البيزنس انفايرمنت او الراجل اللي فاهم يحطني في المكان الناجح. فكره يا جماعه ان حسام حسن ده لازم يبقى هيرو مقفل اللعبه اللقاءات البدنيه وبيفهم في التاكتكس وبيفهم في الحاله النفسيه للعيبه. الكلام ده مش موجود ومش موجود في اي حته. احنا اللي مصممين ان احنا لازم يبقى عندنا الهيرو اللي معاه كل حاجه. لو هنقيم حسام حسن كده حسام حسن هيفشل، لكن حسام حسن هيديك حاجات وهيحتاج منك حاجات. المشكله الكبيره عند حسام حسن في وجهه نظري ان هو ما بيقولش كده ومش هيقول كده، لانه خريج المدرسه الاداريه بتاعت مصر ان انا جامد في كل حاجه، انا اعرف اعمل اي حاجه، ما عنديش مشكله في اي حاجه انا الشبح، مش محتاج حد بدني، مش محتاج حد استشاري، مش محتاج حد، انا هخليهم ياكلوا النجيله. يا عم ايه مش كده، انا حر. انا حر يعني. انا مش هدي فرصه للفتايين يتكلموا دول. الموضوع اتغير. وفكره الكابتن حسن شحاته دي برضو اللي انا بقول عليها قبل كده، الحظ، التوفيق. انت مش عايز تعترف ليه ان الفتره دي كان فيه توفيق كبير جدا في نوع اللعيبه. يا عم معاك ابو تريكه ومحمد زيدان وبركات ومحمد شوقي وحسني عبد ربه وشباب صغار في السن، ده توفيق. مش عارفين نفرق بين الاستراتيجيك وبين الاوبريشن. احنا عندنا مشكله في الاستراتيجي. ازاي كده بقول حسام حسن هينجح ليه؟ ان حسام حسن هيدي حاجه اسمها، والله الجمله دي مهمه، شوك، هيدي صدمه، هيعمل حاجه ناجحه لمده شهرين ثلاثه، ممكن يوصلك كاس عالم بس مش هيبني منظومه. ما كابتن حسن شحاته خد 3-4 بطولات ورا بعض ونايم افريقيا من المغرب وبتاع، بعد كده احنا ركبنا زحليق. دي اللي انا قصدي عليه، ان احنا نتعلم من الكوره ان في علم اسمه علم الاداره. مش شرط على فكره ان انا ابقى لعيب كوره شاطر عشان ادرب المنتخب، مش شرط لعيب كوره شاطر عشان انا اقسم زي الحاج عامر حسين. محدش عارف الحاج عامر حسين اصلا ايه مهاراته الاداريه عشان يرسم الدوري في مصر، عشان يرسم ويحدد هويه الكوره في مصر. ايه المشكله لما اجيب حد از مانجمنت فاهم في الموضوع؟ ليه علاقه ان انا ابقى تكنيكالي شاطر عشان اخد المكان؟ ملهاش علاقه خالص. فانا ان شاء الله حسام حسن هينجح ونوصل كاس عالم.